نتيجة التقشير البارد بتبقى دايما مبهرة بالنسبة لي، بس بصراحة منظر الجلد وهو بيتقشر مرعب شوية، ومش عارفة هل بيبقى فيه معاه ألم ولا لأ. بصي بقى، التقشير البارد ده من اجمل الحاجات اللي ممكن تتعمل. احيانا بيعمل طبقه قشره تخينه قوي وكبيره قوي، بيبقى شكلها مرعب، بس الحقيقه ان الموضوع عادي جدا، مفيش منه اي خطوره لو اتعاملنا بالطريقه المظبوطه. اولا اصلا انا بختار لك المقشر المناسب لنوع بشرتك، لان مش كل الانواع بتنفع مع كل الناس، حسب انت مشكلتك ايه. انت مثلا جايه لي عندك حبوب واثار حبوب، مختاره لك نوع معين هو ده المناسب ليكي واللي هيفيدك اكتر. ممكن حد تاني يبقى جاي لي مثلا بس بتصبغات او بقع لون بشرته اغمق منك، اختار له نوع تاني. يبقى هنا انا اخترت النوع. تاني حاجه، التعليمات اللي انت هتلتزمي بيها بعد الجلسه دي هتفرق قوي. ما ينفعش خالص القشره اللي انت بتحكي عليها دي تمسكيها وتشديها، والا الموضوع هيقلب معاكي ببقع وبتصبغات. النقطه كمان، انت لازم تنتظمي على السان سكرين او الواقي من الشمس. كمان مهم قوي ان انا استعمل الكريم المرطب في بعض الاحيان، وده هيبان معانا لما نبتدي دلوقتي نعمل الجلسه. لو حصل لك التهاب في بشرتك او تفاعل معين انا شفته، ممكن بناء عليه امشيكي كمان على كريمات معينه مضاده للالتهاب فتره محدده بعد الجلسه. بنغير كمان نوع الغسول بتاعك، وبالتالي التزامك بكل التعليمات اللي انا بقولها دي بعد السيشن هيفرق جدا في النتيجه، هوصلك لنتيجه حلوه. وما تقلقيش خالص من موضوع القشره.